نبدأ أول حلقتنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. تبدأ حلقتنا عند التوأم الأربعة. استحملوا يا بنات، دي كانت من عشق وليان. والتوأم الأربعة محاولات كتير إنهم يسحبوهم وأخيرا نجحوا بعد محاولات. بعد كده مسكوا بعض وفضلوا يحضنوا بعض من كتر خوفهم في بعض. وبعد كده نعرفكم ليان آسر البدياوي، بنت جميلة عيونها أزرق فاتح كده، بتحب الدم قوي، هاكر صغير جدا. هي واخواتها عمرهم 24 سنة، وهي أكبر واحدة في البنات. ودي واحدة بتحب تقتل قد كده، وعندها مرض نفسي هنعرفه بعدين. شعرها أسود طويل، دخلت عالم المافيا إجباري عشان تنقذ اخواتها من، وهي مرضها النفسي ده جالها بسبب الراجل اللي خطفها هي واخواتها لما كان عمرهم 12 سنة، وهو دلوقتي عمره 35 سنة. معلش عشان أنا بتلخبط كده. ومعلومة نسيت أقولها، إن ليان دي بتشتغل في المخابرات عالم الاقتصاد، بس عشان ليان دي في وراها سر خطير جدا. ملوكة أي ملك آسر المنياوي، بنت برضه دموية عندها نفس مرض أختها، ودي أكتر واحدة مقربة لأختها، ودي كده بتعرف تستعمل كل أنواع الأسلحة. زعيمة المافيا، وبرضه بتشتغل في المخابرات، ولقبها في المافيا الكابوس. ونسيت أقول لكم حاجة مهمة جدا، إن ملك تبقى كده طيارة وطبيبة ومهندسة، وبرضه بتشتغل في المخابرات، ولقبها الإمبراطورة. ولقب إخواتها أختها ليان، وليان ملقبة جحيم المافيا وسفاح المخابرات. وبرضه ملك عندها كده حد بتعذبه في القبو، هنعرف ده كده سره. البنات كلهم أصلا بيستمتعوا بتعذيبه كده، وأنا هخليكم كده تحسوا. نسيت عمرها 24 وشعرها طويل. عشق آسر البدياوي، دي بقى الدموية التالتة، ملقبة في المافيا ملقبة جزارة المخابرات وإمبراطورة المافيا. ودي واحدة عندها كده برضو نفس المرض، عيونها زرقاء حلوة نفس لون السما كده، هحسدك يا أختي. شعرها أسود طويل زي إخواتها. وبرضو دي عندها قدرات وهاكر، وعندها قدرة في استعمال الأسلحة، وهي صنعت قنبلة فجرت كده الولاية المتحدة. طبعا يا جماعة دي رواية مش حقيقة، ما تصدقوش ولا حاجة. دي الرواية. المهم وبالمناسبة كان في توأمين تانيين عند البنات، ولد وبنت. الولدين والبنت دول هنعرف قصتهم في الحلقة الجاية. نرجع لتعريف أبطالنا. المهم جماعة، البنات اتخطفوا من عمرهم 11 سنة، بس في قصة في الموضوع، لهيك هنعرف مع الأحداث. لقيتوا قد ايه قلبي طيب ومش عايزة أحرق عليكم الأحداث. شغف آسر البدياوي، حبيبتي دي بقى ما بتعرفش تستقبل أسلحة عادية، لأ دي واحدة كده بتحب السيوف، بتحب الكاراتيه، وبتحب ايديها بالذات لأن ايديها كده مرزبة. المهم ملقبة بصقر المخابرات، وملقبة بالشبح المافيا، محدش عرف شكلها لا هي ولا اخواتها التوأم. وهي واحدة كده شافت مين قتل أمها وأبوها، بس مش عايزة تتكلم لأنها كده بتتخنق. وهي واحدة دمها خفيف قوي مع اخواتها، بس وقت الجد ما تعرفهاش، دي قادرة يا اخويا. شعرها اسود طويل أطول من اخواتها، عيونها صفرة باردة برود، بس مع اخواتها ما تعرفهاش صدقني، ما انا عارفاهم عشرة. نبدأ الأحداث عند بطلاتنا وهم كانوا بيرقصوا بيغنوا أغنية، كانوا بيغنوا وصاحبش الفرافير حتى لو راكبين في ليلي، أنا صاحي بالتقدير حتى لو هالعالم
أتاري الدنيا أتاري مش حلوة زي اللي فات، مش كل اللي تشوفه غالي، مش هقدر بس إخواتي إخواتي إخواتي. يا شغف، أيوة يا شغف، طلع عندك قدرات يا جد. ده أنا كل مواهب يا بنتي. فجأة دخل عليها بصوت بيكرهوه قوي قوي، حاولوا انهم يتجاهلوه بس استفزوهم لدرجة ان ملك كانت هتجيب منشارها وهتذبحوا بيه. عارفين الخروف لما بيتذبح عايزة تذبحه كده. المهم ملك وعشروا مع بعض. يا اسطى شكلك حبيت الضرب قوي الايامات دي، اصل الناس بقت وحشة خالص، شكلنا ان احنا نسينا نضربك النهاردة وامبارح، يعني لازم علقة كل يوم كل يوم يا راجل، هو انت زي الخرفان او الحمير لازم نضربك يوميا كده يا اخويا؟ هو انت مش بتتكسف على عضلاتك دي؟ قد ايه نفسي اضربك، بس معلش تتعوض المرة الجاية. هدي